ليه بتحس حياتك انتهت قبل سن ال30 وكأن في رعب لانتهاء صلاحيتك بعد السن ده؟ في صوت معين لما بيشتغل في عقلك مستحيل تقدر توقفه، مش صوت أفكار ولا صوت قلق عادي، ده صوت عد تنازلي. كل ما بتقرب من سن ال30 الصوت ده بيعلى، كل ما بتشوف حد من صحابك وصل وانت لسه بتحاول الصوت ده بيزيد أكتر ويقولك انت اتأخرت، كل اللي بتعمله ده ملوش أي فايدة لأن وقتك خلص. إحساس مرعب لما تكون بتجري بأقصى سرعتك بقالك سنين، بس لما تبص تحت رجليك تلاقي نفسك لسه في مكانك، خايف تتحول لنسخة قديمة اللي الزمن نسيها ويجي جيل أصغر منك أذكى منك ياخد مكانك وياخد فرصتك. ده مش اكتئاب، ده صوت قنبلة موقوتة جواك. ده الصوت اللي كان بيسمعه جوناثان لارسن واللي انت بتسمعه كل يوم. الفيلم اللي هكلمك عنه النهاردة هو تيك تيك بوم. الفيلم ده حرفيا هو التشريح الحي لحالتنا كلنا، بس الغريب إن أغلب الناس شافتها قصة حزينة لواحد فشل يوصل لحلمه قبل سن ال30، لكن الحقيقة غير كده خالص. جوناثان لارسن ساب لنا جوه الفيلم دي شفرة في مشهد واحد أغلب الناس بتعدي عليه وما بتاخدش بالها منه. المشهد ده هو العلاج الوحيد لسم الانتظار اللي بيجري في عروقنا كلنا، وعلشان نوصل للمشهد ده ونفك الشفرة لازم قبلها نجاوب على سؤال بيوجعنا، بس هو بوابة الخروج من السجن ده. هو احنا ليه صدقنا ان في سباق اصلا؟ ومين اللي ماسك الساعة اللي بتحكم علينا بالفشل؟ علشان اجاوبك لازم نرجع بالزمن لورا شوية ونفكك الكذبة الكبيرة اللي عشنا فيها، كذبة الساعة الاجتماعية. ذا سوشيال كلوك ده مش مصطلح نفسي، ده السجن اللي انت عايش فيه. من يوم ما وعيت على الدنيا المجتمع واهلك والسوشيال ميديا برمجوا دماغك على كتالوج واحد واقنعوك ان ده الطريق الوحيد للحياة الناجحة. قالوا لك تتخرج عند ال22، تتوظف عند ال23 أو ال24، تتجوز عند ال26، وقبل ما توصل لسن ال30 تكون بنيت مستقبلك ومستقر ماديا. ولو جيت بقى عند السن دوت ولسه محققتش أي حاجة يبقى خلاص جيم أوفر يا معلم، أنت خرجت بره السيستم، بقيت إكسباير. هي دي بالظبط الساعة الاجتماعية اللي اتزرعت فينا كلنا. المصيبة إن عقلك ما بيعرفش يفرق بين الكتالوج دوت وبين الحقيقة. عقلك مش بيعرف يفرق بين تأخرك في الجواز وبين خطر الموت. لما تتأخر عن الجدول دوت عقلك بيترجم ده الرعب، بيفرز نفس إشارات الخطر اللي كان بيفرزها زمان لأجدادنا لما الأسد كان بيجري وراهم. ده مش زعل عادي، ده رعب وخوف مريض من الزمن اللي بيعدي. انت مش مكتئب، انت خايف من الذنب. في فيلم تيك تيك بوم جوناثان كان عنده 29 سنة، كان شغال في مطعم ومفلس، بقاله 8 سنين بيكتب في مسرحية ومش عارف ينتجها، وصوت التكتكة ده في ودنه ومش عايز يسيبه. جوناثان مش خايف من الفقر، هو خايف من المراية اللي بيمثلها صاحبه مايكل. مايكل ساب الفن واشتغل في الإعلانات وحاله اتشقلب، بقى عنده عربية وشقة راقية في مكان في نيويورك، وجوناثان لسه بيخدم على ناس أصغر منه وأغنى منه. هنا بيحصل الشرخ اللي كلنا عارفينه. جوناثان بيبص لمايكل وبيسأل نفسه السؤال اللي انت خايف تسأله لنفسك بصوت عالي: هل أنا شخص فنان ومتمسك بحلمي، ولا أنا مجرد شخص واهم بضيع عمري في السراب؟ الإجابة اللي هتسمعها في فيديوهات التنمية البشرية وهي كمل، صدق حلمك، النجاح هيجي. بس الحقيقة إن النصيحة دي سم بيقتلك، لأنها بتتجاهل وحش حقيقي واقف بينك وبين حلمك، وحش أقوى بكتير من شغفك وأكبر بكتير من موهبتك. الوحش ده اللي خلى جوناثان ينهار في المطبخ، وهو اللي مخليك مش عارف تنام لحد دلوقتي. بس عشان نفهم الوحش ده لازم نسيب علم النفس شوية، معلش أنا عرفتك معايا بيه، ولازم نتكلم عن فخ الاقتصاد اللي جيلنا كله اتدبس فيه، فخ الانتظار. في واحد من أهم مشاهد الفيلم جوناثان بيواجه عدو أشرس بكتير من قفلة الكتابة، وإنه مش عارف يكتب أهم أغنية في مسرحيته اللي هتتعرض كمان 12 ساعة على منتجين برودواي. بيواجه انقطاع النور وحقيقة إنه شاب داخل على سن ال30 ولسه عايش زي المراهقين والطلاب، شقته متهالكة، تلاجته فاضية مفيهاش أكل، مش عارف يكون مع البنت اللي بيحبها، ولسه عايش على التبس اللي بيجيله من الشغلانة اللي بيكرهها. للأسف هو مش فنان بوهيمي بمزاجه، هو مجبر على الوضع ده. جوناثان هنا مش بيسأل إزاي أكتب أغنية حلوة، هو بيسأل إزاي أدفع الإيجار وأنا بحاول أكون نفسي. الحالة اللي جوناثان فيها ديت الباحثة ديانا سينجرمان لقت لها اسم دقيق وبيوجع: الووت هيد أو سن الانتظار. لما درست حالة الشباب في الوقت دوت اكتشفت إننا محبوسين في فجوة زمنية مرعبة. جسمك وعقلك بيقولك أنت راجل، أنت جاهز تفتح بيت وتشيل مسؤولية،
بس جيبك والمجتمع بيقولك لا استنى انت لسه عايل. السيستم الاقتصادي سحب منك كارت النضج وحطك في أوضة انتظار ملهاش باب خروج. جونسون في نيويورك سنة 90، هو انت بالظبط في مصر أو في أي دولة عربية سنة 2026. الاتنين واقفين قدام نفس الحيطة السد. أسعار الشقق بقت بتزيد أسرع من عمرك، تكلفة الجواز بقت محتاجة معجزة، وسوق العمل بيتعامل معاك كترس ممكن يرميه ويجيب بداله في أي لحظة. المأساة هنا للأسف مش بس في الفلوس، هي كده كده مهمة. المأساة في الكرامة، إحساس إنك ستك متعلق. لا أنت طايل تكون طالب بياخد مصروف من أهله ومكبر دماغه، ولا أنت طايل تكون راجل مستقل قادر ياخد قراراته في حياته. علشان كده لما تحس بالاكتئاب أو العجز أرجوك ما تلومش نفسك. أنت مش كسول ومش فاشل، أنت مش شخصية اعتمادية زي ما بيحاولوا يقنعوك، أنت ضحية الواتش هيد. للأسف أنت وإحنا بندفع فاتورة ظروف اقتصادية عالمية قررت إن هي تأجل حياتك وحياتنا لأجل غير مسمى. بس السؤال المرعب اللي الفيلم بيواجهنا بيه فعلا، لو الانتظار ده هيطول المفروض أبيع حلمي عشان أشتري الأمان حتى لو بطعم العبودية؟ وده العرض اللي اتقدم لجونسون من صاحبه مايكل، وده الاختبار الأصعب اللي أي حد فينا ممكن يمر بيه. في اللحظة اللي الدنيا بتقفل في وش جونسون ظهر مايكل، صديق عمره، كان ممثل عنده حلم زيه، بس قرر في لحظة إنه يفوق لنفسه، يسيب الفن ويشتغل في شركة التسويق والإعلانات. وفجأة حياته اتقلبت زي ما قلت لك. جونسون بيبص باحتقار ظاهري لمايكل وشاف إنه باع القضية، لكن من جوه جونسون هو بيتحرق. الإحساس ده بيوصلنا لحالة كلنا عايشينها دلوقتي، علماء النفس بيسموها البريكاري أو الطبقة الهشة، بس إحنا بنسميها المشي على قشر بيض. أنت كفريلانس أو واحد بيحاول يعمل كارير خاص ليه في 2026، أنت مش بتعاني من قلة الفلوس بس، أنت بتعاني من عدم اليقين المفرط في كل حاجة. سعر العملة بيتذبذب وبياخد من قيمة فلوسك اللي هي ملاليم. العميل اللي أنت شغال معاه ممكن يلغي المشروع في أي لحظة أو يختفي. عايش طول الوقت في حالة لا أمان، ده بيخلي جهازك العصبي طول الوقت في وضعية القتال أو الهروب، وده قبل ما يستنزف من طاقتك الإنتاجية أو بيستنزف من روحك تماما. وبدل ما تبقى قاعد بتفكر في مشروعك أو كاريرك، عقلك مشغول بالمصاريف اللي هتدفعها الشهر اللي جاي. وهنا بيجي العرض المغري من مايكل، بيعرض على جونسون وظيفة في شركة بمرتب ثابت وتأمين صحي وحياة كريمة، بس المقابل هنا إنه يبطل يكتب أغاني لنفسه ويكتب أغاني للشركات والإعلانات. في الحقيقة المشهد ده بيحطنا قدام مراية، هو احنا ليه بنكره مايكل وليه في نفس الوقت بنحسده؟ في علم النفس التحليلي، والواحد بحب أقراله جدا، هو كارل يونغ، بيسمي ده الشادو أو الظل. مايكل بيمثل الظل بتاع جونسون، هو بيمثل الجزء اللي جونسون نفسه فيه بس خايف يعترف بيه، الجزء اللي عايز أمان وعايز فلوس وعايز يرتاح من قرف المعافرة. جونسون بيحاول يقنع نفسه إن الفقر شرف وإن الوظيفة عبودية، بس لما بيشوف حياة مايكل اللي بقى عليها مبادئه بتتهز. والسؤال هنا، هل أنا مستعد أعيش مفلس علشان احتمال نجاح مش مضمون، ولا بيع الحلم دوت واشتري راحة بالي؟ جونسون بيقرر إن هو يجرب، بيروح لانترفيو في شركة إعلانات، قرر يروح علشان يدفع فلوس زيادة للبروفات المسرحية. وهنا بيكتشف الحقيقة اللي كلنا بنهرب منها، إن الخروج بره الصندوق مكلف، بس الدخول فيه هو تمنه روحه. وأخيرا بتيجي اللحظة اللي جونسون استناها 8 سنين، عرض مسرحية سوبريبيا التجريبي. وبعد ما العرض خلص الناس سقفت والنقاد انبهرت، وحتى الملحن العظيم اللي هو بيعتبره مثله الأعلى قال له أنت عبقري. في اللحظة دي جونسون وإحنا بنتوقع السيناريو الهوليوودي المعتاد، عقد إنتاج ضخم، فلوس كتير، ونهاية سعيدة لمأساة الانتظار، مش كده؟ بس الحقيقة إن الواقع ليه سيناريوهات مختلفة. تاني يوم الصبح جونسون بيكون مستني اتصال من وكيلة روزا علشان يشوف العروض اللي جاتله، والرد كان صادم، وإن في منتجين كلموها وكانوا مبسوطين باللي شافوه، لكن مفيش عرض، مفيش حد عايز ينتج المسرحية. الصدمة اللي جونسون حس بيها مش بس خيبة أمل، ده انهيار في معتقداته. احنا اتربينا على معادلة حسابية بتقول مجهود جبار زائد موهبة حقيقية بتساوي نجاح مضمون. فلما تعمل اللي عليك وتموت نفسك من الشغل وتكون النتيجة صفر، بتحس ان الكون خانك. ده الجرح اللي بيوجعك وبيوجع كل واحد فينا. لما تذاكر وتجيب تقدير كويس وما تلاقيش شغل، لما تفتح مشروع وتصرف عليه كل جنيه معاك وما يتوفقش، لما تعمل اي حاجة تتعب فيها جدا وما تلاقيش نتيجة، بتحس ان اكيد في حاجة غلط. جونسون هنا بيتصدم وبيقول له روزا طب أنا المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ وهو هنا عمل حاجة كلنا بنعملها، هو إنه ربط
قيمته بالنتيجة. في عقله ال8 سنين اللي فاتوا دول بقى وقت ضايع، لأن ما جابوش لا فلوس ولا شهرة ولا أي نتيجة. هو شاف إنه فشل وكل اللي عمله ده ملوش أي لازمة. وهنا بتيجي اللحظة اللي بتغير كل حاجة، اللحظة اللي روزا بترد عليه بجملة واحدة بتنسف فكرة الوصول من أساسه، وبتدينا المفتاح الوحيد للتعامل مع المواقف اللي زي دي، بتدينا الشفرة. جونسون كان مستني منها حل سحري، كان مستني منها عقد أو فرصة أو حتى كلمة تواسيه بيها، لكن روزا ردت عليه بجملة بتلخص سر النجاة من العالم دوت، السر من الإحساس الصعب اللي احنا بنحس بيه. قالت له ابدأ اكتب في المسرحية اللي بعدها، ولما تخلص اكتب في اللي بعدها، وهكذا. هي دي الحياة. الجملة دي هي الشفرة اللي كان مستنيها جونسون واحنا وما كناش شايفينها. جونسون كان فاكر إن الكتابة هي وسيلة للغاية، وسيلة عشان يوصل للشهرة والفلوس واعتراف الناس بيه. علشان كده لما النتيجة ما جاتش حس إن الوسيلة الوقت والمجهود ضاعوا. لكن روز كانت بتقوله الحقيقة، يا جونسون انت مش كاتب عشان برودواي انتجت لك، انت كاتب عشان انت بتكتب. الهوية بتاعتك بتيجي من أفعالك مش من الاسم ولا من الجوائز. ده الحل الوحيد لكسر سجن الانتظار. طول ما انت رابط قيمتك باللحظة اللي هتنجح فيها هتفضل عايش في جحيم، لأن النتيجة مش بإيديك، النتيجة بإيد السوق وبإيد الظروف وبإيد القدر، النتيجة بإيد ربنا. عارف ايه هي الحاجة الوحيدة اللي في إيديك؟ هو انك تبدأ في اللي بعده. ما توفقتش في المشروع ده، ابدأ في اللي بعده. حاولت في حاجة نفسك فيها وما لقيتش نتيجة ملموسة، ابدأ في اللي بعده. اترفضت في انترفيو كان مهم بالنسبة لك، قدم في اللي بعده. وصدقني أنا هنا مش بقول كلام وخلاص، أنا بتكلم عن تجربتي الشخصية. بس عشان تقدر تعمل دوت، عشان تقدر تكمل بعد محاولة ما نجحتش، لازم تدرك حقيقة واحدة مرعبة عن الوقت. حقيقة اكتشفها جونسون بالطريقة الصعبة جدا، وللأسف اكتشفها متأخر. المفارقة المؤلمة في قصة جونسون إنه قضى عمره كله مرعوب من مرور الوقت. كان خايف إنه يتم ال30 وهو لسه ما حققش حاجة. والحقيقة إنه هو مات فجأة وهو عنده 35 سنة. مات ليلة عرض افتتاح لمسرحيته رين، المسرحية اللي حققت نجاح باهر واستمرت تتعرض ل12 سنة وتحول اسمها الأسطورة. بس للأسف جونسون ما شافش النجاح ده بعينيه، ما شافش التسقيف ولا الفلوس ولا التقدير اللي كان مستنيه. الساعة اللي كانت بتعمل في دماغه تك تك وقفت فجأة. على فكرة أنا مش بحكي لك قصة موته دي عشان أخوفك، أنا بحكيها لك عشان تحررك. جونسون بيعلمنا درس قاسي جدا، إننا مش في سباق مع الزمن عشان نلحق ننجح، إحنا في سباق مع الموت عشان نلحق نعيش. حابب أقولك بس حاجة واحدة، إن أنا حاسس بيه أيا كان إيه هو عمرك، سواء قبل ال30 أو حتى عديت ال30، وإن أنت ما تأخرتش. على فكرة مقارنة نفسك بغيرك هو وهم، لأنك ما تعرفش شريط حياتك طوله قد إيه. يمكن الفصل الحلو في قصتك لسه ما جاش، ويمكن المعاناة اللي انت فيها دلوقتي هي المادة الخام لأعظم حاجة هتعملها في حياتك، زي ما حصل مع جونسون. في واحد من أهم مشاهد الفيلم بالنسبة لي، وهو جونسون كان بيحاول يعمل عرض تجريبي لمسرحيته. بعد ما العرض خلص والنقاد والناس والفنانين شافوه، سمع نقد كتير جدا، لكن كان في مؤلف موسيقي كبير ومشهور في برودواي قال له إنه عجبه وإنه مبسوط بالعرض. ده خلاه يفضل يكمل 2 سنين كمان يحاول يطور في اللي هو بيعمله. أتمنى أنا كمان يكون الشخص دوت، والفيديو ده يخليك تعرف تكمل مش بس 2 سنين، لأ، لحد ما توصل للي انت نفسك فيه وبتحاول كل يوم توصل ليه رغم الظروف. عايز أقولك حاجة مهمة، ما تستناش اللحظة المثالية عشان تبدأ، لأنها ممكن ما تجيش. ما تستناش التقدير عشان تحس بقيمتك، لأن ممكن ما تكونش موجود عشان تسمعه. قيمتك الحقيقية إنك تصدق في نفسك، وإنك تصحى كل يوم رغم الخوف، رغم الظروف، رغم الانتظار، وتقرر تكمل كتابة قصتك. وفي النهاية السؤال مش هتنجح إمتى، السؤال هو هتختار إيه؟ الخوف ولا الحب؟ إقفاص ولا أجنحة؟ أنا مهاب وده ريفو. لو حسيت إن الفيديو ده كان مفيد ياريت تدعمني باللايك والاشتراك، هيفرق معايا جدا. ولو جه في بالك حد معين وانت بتسمع الفيديو دوت، ياريت تبعتله الفيديو، يمكن دي تكون الإشارة اللي هو كان مستنيها. وعايز أعرف في التعليقات إيه هو الحلم اللي مأجله بسبب الخوف، يمكن لما تكتبه الخوف ده يقل.